اهلا بكل اصدقائي وصديقاتي المحترمين في المصطبه حكايات. حكايتنا النهارده عن ايقونه الفن ونجمه الغناء العربي نجاة الصغيره، وده بعد ظهورها المفاجئ والصادم والمؤسف وهي بسن ال 85 سنه في ختام حفل مهرجان جوي اوورد بالرياض، وبعد 20 سنه من اعتزالها الغناء بتظهر بالشكل المؤسف ده. ليه؟ تعالوا مع بعض سوا نعرف هي عملت كده ليه. يعني لا قادره تتكلم ولا قادره تقف، والمذيع والمذيعه هم اللي كانوا ساندينها، وكانت فعلا هتقع على المسرح لولا ان ربنا ستر والمذيعه لحقتها. ووقفت تغني وهي مسنوده على الميكروفون وكانه عكاز مسنود عليه، وكمان غنت اغنيه عيون القلب بطريقه البلاي باك، يعني بتحرك شفايفها بس على صوت الاغنيه او صوت المزيكا، يعني صوتها ما كانش حقيقي لانها مش قادره تتكلم اساسا. كل ده بقى ليه؟ ولحساب مين؟ والمصلحة مين؟ مع انه اتعرض عليها في مصر في ال20 سنة اللي فاتوا كتير انها تظهر في برامج وحفلات في مصر، لكنها كانت بترفض بشدة انها تظهر. اشمعنى بقى دلوقتي تظهر بعد 20 سنة وبالتحديد في الرياض بالسعودية في المهرجان اللي منظمه المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية؟ يمكن عشان العرض المادي كان اكتر واكبر من السعودية عن العرض المادي اللي كانت مقدماه مصر. وفي معلومات فعلا بتاكد الكلام ده يا جماعه، والمعلومات دي بتقول ان فعلا نجاة الصغيره اتعرض عليها من المستشار تركي آل شيخ مبلغ مادي كبير جدا 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 ومغري مقابل ظهورها على المسرح، وافقت بس بشرط انها ما تظهرش على المسرح اكتر من دقيقتين، وطبعا وافقوا فورا على طلبها. هل الكلام ده صحيح بقى ولا مش صحيح؟ الله اعلم، ولكن في كل الحال والاحوال ما كانش ينفع ان نجاة الصغيره الاسطوره تطلع بهذا الشكل وفي هذا السن مهما كانت المغريات، مهما كانت، سواء بقى كانت محتاجه لفلوس تكفيها اليومين اللي باقي لها من عمرها على وش الدنيا، او حتى انها اتعرضت لضغوط كبيره من مسؤولين كبار علشان تظهر بالشكل الصادم ده، واللي انا بعتبره اهانه ليها ولتاريخها الفني الطويل. يعني من الاخر يا جماعه كل ده كان ليه؟ ولمصلحه مين؟ نجاة الصغيرة الأسطورة، واللي الموسيقار محمد عبد الوهاب قال عن صوتها صوت السكون الصاخب. شوفوا بقى الراجل ده والله يا جماعة كان دماغ، عبد الوهاب ده كان دماغ. أنا فاكر له حوار مع المذيع مفيد فوزي لما عبد الوهاب قال لمفيد أنا عندي سؤال محيرني طول عمري وبفكر في إجابة ليه مش لاقي إجابة. فالمذيع مفيد فوزي سأله إيه هو السؤال ده يا أستاذ عبد الوهاب؟ هو إيه؟ قال له عميد الأدب العربي طه حسين أعمى ووصل لمنصب وزير التربيه والتعليم، وهو اعمى وعمل كل حاجه ووصل في العلم لاخر درجاته، هو اعمى برضه، يعني اتعلم كل حاجه ايه؟ سماعي. طب يا ترى هل ترى يا مفيد يا فوزي لو فتح دلوقتي فجاه او مثلا رجع له نظره تاني وبقى يشوف، هل المجتمع هيعتبر جاهل ام يعتبره متعلم؟ لانه ما عرفش يقرا ولا يكتب، هو ما اتعلمش لا يعرف يقرا ولا كتابه. طبعا كان سؤال ده محير جدا، يعني مش قلت لكم يا جماعه محمد عبد الوهاب ده دماغ فعلا، يعني شوف دماغه وصلت لفين. المهم نرجع لكلامنا بقى عن الفنانه نجاة الصغيره ونقول ازاي تلك الايقونه والاسطوره الفنيه توافق انها تظهر بهذا الشكل الصادم. وعلى فكره زي ما احنا عارفين طبعا ان هي اخت سعاد حسني، واللي اكتشفها الموسيقار الكبير رياض السنباطي، وكان عندها 8 سنين بس، وبدات الغناء وهي في السن ده. لا وكانت بتغني لمين؟ لأم كلثوم نفسها، وبتغني الاغاني التقيله قوي وقصائد. وقال عنها السنباطي انها دي فلته فنيه وصوت لن يتكرر، مش هيتكرر تاني. حاكم السنباطي كمان كان عبقري ان هو يكتشف صوت زي صوت نجاة وفي السن الصغير ده، ويعرف انها تطلع فلته وتطلع ظاهره فنيه. فهو السنباطي برضه عبقري.
نيجي بقى دلوقتي القصه من قصص نجاة الصغيره، القصص المشهوره عنها وحكايتها مع كاتبنا الكبير وشاعرنا الكبير كامل الشناوي، اللي هو مؤلف لها قصيده لا تكذبي. الراجل ده يا جماعه كان بيعشق نجاة الصغيرة وبيعشق التراب اللي هي بتمشي عليه، مع ان فرق السن بينهم كان اكتر من 20 سنة، بس للأسف كان الحب ده من طرف واحد، من طرف كامل الشناوي. وقصته مع نجاة الصغيرة يا جماعة قصة حزينة وطريفة في نفس الوقت. الجانب الحزين ان هو كان بيعشقها هي ولا هي هنا. وفي يوم كانت نجاة عاملة حفلة لعيد ميلادها، وطبعا عازمة بقى ايه الادباء والناس المشاهير، وكان كامل الشناوي معاهم طبعا. وهو جه بقى عشان كان بيحبها وبيعشقها، شال الليلة كلها، كل تكاليف حفلة الميلاد والمصاريف بتاع الحفلة كلها هو اللي شالها من معاه ودفعها من معاه. ففي مره كده وماشي في الحفله بيبص لقى اختنا نجاة الصغيره واقفه بجنب كده متداريين عن الناس مع الكاتب الكبير يوسف ادريس، وكانوا في حاله حب. فاول ما شافهم واقفين كده مع بعض كامل الشناوي صعق من المنظر يا عيني واتصدم، واعتقد انها بتخونه مع يوسف ادريس، مع ان اصلا ما فيش علاقه بينه وبين نجاة اللي هو كامل الشناوي، مفيش علاقه بينه ولا في حب ولا تعرف انه بيحبها ولا في حاجه، بس هو تخيل في مخيلته كده ان هي خانته، انهم الاثنين بيعشقوا بعض وبيحبوا بعض زي ما هو بيعشقها، وانها خانته، وهي ما تعرفش حاجه عن العلاقه اللي هو راسمها في دماغه. المهم شافها مع يوسف ادريس، خلاص بقى في خياله بقى لك ده خانتني. المهم روح وعاش الدور وعاش القصه، وروح البيت حزين وما نامش الا ما كتب قصيده لا تكذبي، كتبها بدموعه وبقهاته. وبس قرر قبل ما ينام وكتب القصيده قال قبل لازم يسمعها لنجاة ويتصل بها ويسمعها قصيده عشان يواجهها بالحقيقه المره، وان هو شافها بتخونه مع يوسف ادريس. دي بقى الجانب الحزين. الجانب الطريف وحزين برضه صراحه، بس هو الطريف الطريف في الحكايه بقى ان هو فكر ان هو لما يسمعها القصيده هتفهم كلماتها وتفهم اللي حصل وكل حاجه وكده، ويواجهها بالحقيقه بقى ويقول لها انت خنتيني مع يوسف ادريس، وافتكر انها هتتفاجئ او تتحرج منه، لكن اللي حصل كان غير كده خالص. ضحكت وفرحت وقالت له الله الله عليك يا استاذ كامل، قصيده حلوه قوي قوي ما حدش يغناها الا انا. وطبعا عمنا كامل اتصدم من الرد اللي قالته نجاة، كانش ما فهمتش الكلام. المهم يا عيني وما فيش بعدها بفتره قصيره جدا ومات كامل الشناوي متاثرا بمرض الاكتئاب بسبب خيانه نجاة له، اللي هو في دماغه ان هي خانته. بس دي كانت القصة الكاملة لنجاة الصغيرة ورجوعها تاني للغناء بعد 20 سنة، اللي أنا يعني ما حبيتش الموضوع ده، وكان نفسي إنها تفضل مخفية عن الأنظار عشان تفضل الصورة القديمة محفورة في الذاكرة بتاعتنا. وفي كل حال إحنا بنحبك يا نجاة يا صغيرة، وشكرا لكم على حسن الاستماع.